ساعات أخطر الناس مش اللي يبين عليهم الشر، أحياناً الوحش الحقيقي في الناس اللي ما يظهرش عليها الخطر. مرحبا بكم. حكاية الجريمة متاع اليوم من تونس، تحديداً مع بداية الألفينات. كان وقتها فما اسم معروف برشا في العروسات والسهرات الشعبية. هوانت عليك مرين غدرك مري من الصبر، كنت نظنك صدر حنين دور طعمك الحمض المر، سكنتك في مم العين وقلت عشيرة للعمر، طلبتي بوجهي منك قلبي رق نفر، ضيعتي 10 سنين. أكيد عرفتوه، العربي الماطري. كان بمجرد انه يطلع على السين الناس تبدا تصفق تغني معاه وتعمل جو. الصوت كان معروف برشا، الضحكة ديما حاضرة، وحضوره كان يخلي برشا ناس ترتاح له بصفة غريبة. لكن الشيء اللي ما كان حتى حد يعرفه انه ورا الشخصية هذه كان فما وجه مخفي تماما ومخيف ما يعرفوش الناس الكل. وجه كان مخبي ورا الأغاني، ورا الضحكة، ورا تصويرة الفنان الشعبي. العربي الماطري ما كانش إنسان عادي كيف ما كان يبان، لكن حياته كانت معبية برشا مشاكل، عنف، سجون، سوابق عدلية خلت برشا ناس تخاف منه حتى قبل ما تصير القضية. لكن رغم هذا كان يعرف كيفاش يلبس قناع الإنسان العادي، ويعرف كيفاش يخلي الناس ما تشوف كان اللي يحب هو يوريهولهم. في صيف 2000 نهار كان الطقس فيه سخون برشا، الصغار كما أي حومة شعبية كانوا يلعبوا قدام الديار، ناس داخلة خارجة، وفي وسط هالأجواء هذه طفل صغير عمره ما يفوتش 5 سنين كان يلعب قدام دارهم، وليد بريء لا يعرف خوف لحتى شيء، وما كانش يعرف إنه الخطر ينجم يجي في شكل إنسان. العربي الماطري كان وقتها موجود في الحومة هذيك، يتحرك بشكل عادي، يدور ويحكي مع الناس. لكن بعد ساعات قليلة الطفل اللي حكينا عليه واللي ما يفوتش عمره 5 سنين يختفي تماما. أرض كانت له بلاعة. من الأول العائلة متاعه ما خافتش، تصورته إنه بعد شوية على الدار هوكا مع واحد من الذراري يلعب في الحومة، تو يرجع. ربع ساعة، نص ساعة، ساعة وسوايع تعدوا والطفل مرجعش للدار. وقتها بالحق الخوف الحقيقي دخل القلب الأم والبو. الأم مسكينة خرجت تجري في الحومة تنادي باسم ولدها، الجيران غادي خرجوا زادا يلوجوا في الشوارع. البو يدق في البيبان ويسأل في الناس، شفتوش وليد صغير؟ وين مشي؟ ما فما حتى أثر. طاح الليل والحومة اللي كانت معبية بالصغار فرغت. الخوف دخل حتى للديار، الناس ولات تسكر على صغارها وما تخلي حتى حد يخرج، والكلام بدأ بشوية بشوية ينتشر. طفل اختفى، تخطف، وممكن برشا تقتل. الأمن هوني يدخل على الخط ويبدأ تحقيقات متاعه. في البداية ما كان حتى حد يتصور إنه القضية باش توصل بالحجم هذا، لكن مع التحقيق اسم واحد برك تكرر أكثر من مرة، العربي الماطري. شهود قالوا إنهم شافوه قريب من البلاصة هذيك، وناس أخرى قالت إنه شافته نهارتها أحكي مع الطفل الصغير، وشهود أخرين قالوا إنه بالحق تصرفاته نهارتها ما كانتش عادية. لكن الصدمة الأكبر واللي الناس الكل تقريبا رفضت إنها تصدقها، مستحيل فنان معروف يغني في العروسات، كيفاش يعمل حاجة كيما هكا؟ لكن التحقيقات كشفت حاجة أخطر، ومع كل خطوة تتكشف تفصيلة جديدة. الأمن استدعاه للتحقيق، وفي أول جلسة
العربي كان هادئ بشكل غريب، لا خوف لا ارتباك لا تربث، ما ظهر عليه حتى توتر، يجاوب بكل برود على كل سؤال وكأنه قاعد يحكي في موضوع عادي. لكن بكثرة الأسئلة وتواصلها الأقوال بدأت تتناقض، كل مرة يحكي رواية مختلفة شوية، كل تفصيل صغير كان يحل باب جديد للشك. وهكا المحققين وقتها بداوا يحسوا إنه فما حاجة مخبية، وخاصة كي رجعوا للماضي. العربي الماطري ما كان الشخص بعيد على المشاكل، كان عنده سوابق وعلاقات يعني فيها برشا عنف وإجراء، لكن رغم هذا الناس كانت ديما تشوف فيه الجانب تاع الفنان اللي يعمل جو ويربخها في الفروحات. ومع الضغط المتواصل مع التحقيقات الصورة كملت وبدأت تظهر تدريجيا. الجرايد تحكي كل يوم على القضية، لراديو تناقش في الموضوع، والناس في القهاوي والحوم ما تحكي كان على العربي الماطري، العربي اللي اختف الوليد الصغير اللي ما يفوتش 5 سنين، هزوا للجبانة غادي وين اعتدى عليه جنسيا برشا مرات، وفي الاخر ضربوا بحجرة كبير على راسه وقتلوا ودفنوا. برشا ناس تسائلت كيفاش إنسان يضحك ويعمل جو مع الناس ويحكي عادي ينجم يكون مخبي هالشر هذا الكل فيه. لكن أكثر حاجة رعبت الناس وقتها هي البرود متاعه. برشا قالوا إنه حتى بعد انكشاف القضية ما بانش عليه حتى ندم، وهذه بالذات خلت صورته تتحول عند الناس من فنان شعبي الاسم مرعب قاتل. ومع تقدم التحقيق الأمن جمع شهادات برشا وربط التفاصيل ببعضها، وكل خيط كان يقربهم أكثر للحقيقة، الحقيقة اللي صدمت تونس كاملة وقتها. ومع الضغط المتواصل في التحقيق العربي الماطري اعترف بالجريمة اللي قام بها، جريمة اغتصاب صارت على وليد عمره ما يفوتش 5 سنين. حكي تفاصيل الجريمة كيما صارت بالضبط، واعترف كيفاش اختف الوليد وهزوا للجبانة وقام بالجريمة متاعه غادي. ومع بداية المحاكمة اللي كانت معبية وشهدت عليها الصحافة مواطنين، وولات قضية رأي عام وخاصة عائلة الضحية، برشا حضروا الجلسات وكانوا مصدومين من ردة الفعل متاع العربي وقتها، خاطر أكثر حاجة خوفتهم ملامحه الباردة كأنه ما صار حتى شيء. النيابة وقتها شدت على خطورة هالقضية وعلى ماضيه وعلى الصدمة النفسية اللي عاشها المجتمع التونسي وقتها، والقضية اللي ولات تحديث تونس كل، والناس اللي ما كانتش حتى تعرفه ولات تعرفه وتخاف منه من غير حتى ما تعرف تفاصيل الحكاية بكل. وفي الآخر صدر الحكم، حكم ثقيل برشا وصل للإعدام بسبب خطورة هالقضية والصدمة اللي خلاها في المجتمع التونسي وقتها. لكن رغم الحكم الحكاية ما ماتتش، وبقى اسم العربي الماطري لسنين طويلة مرتبط بالرعب والخوف، وخلى برشا توانسة يستوعبوا حاجة مرعبة. ساعات أخطر الناس مش اللي بين عليهم الشر، أحياناً الوحش الحقيقي في الناس اللي ما يظهرش عليها الخطر.